في أحياناً أشياء نسويها تستنزف طاقتنا بدون ما نحس، وهذه قاعدة تعرضنا للقلق. 4 نقاط راح نتكلم عنها اليوم. أول حاجة إنك تشتغل حتى وإنت تعبان ومرهق، وهذا علمياً راح يزيد هرمون الكورتيزول في الجسم، فبالتالي راح يزيد القلق والتوتر. 2 إنك تقبل أي شيء أو عمل فوق طاقتك، فهذا راح يفهم عقلك إنه تهديد له، فبالتالي راح يرفع القلق والتوتر. 3 كبت المشاعر وكتم المشاعر راح يولد عندنا تراكم في المشاعر. انت تحسب ان المشاعر هذه راحت وانت ما فرغتها بوقتها، فبالتالي راح تتراكم وتكون لنا اضطرابات نفسية او جسدية مثل اضطرابات المناعة او حتى عصبية وانفعال. 4 اني اربط قيمتي بالانجاز، يعني لو ما اشتغلت زيادة اليوم انا مقصر او غير منجز، وهذا للأسف اكبر غلط تسويه بحق نفسك. نصيحتي الأخيرة لك، دائما اعرف متى توقف ومتى ترتاح، لأنك لو ما عرفت هذا الشيء جسمك هو اللي راح يوقفك.